مجموعة من الأقوال من كتاب ربيع الأبرار ونصوص الأخبار للزمخشري. ابن عباس رضي الله عنه أخذ لسانه فقال: يا لساني قل خيرا تغنم، وأمسك عن القبيح تسلم. كان يقال: من السكوت ما هو أبلغ من الكلام، وإن السفيه إذا سكت عنه كان في اغتمام. أردوان الأكبر من ملوك الفرس كثر القبيح حتى قل الحياء منه. علي رضي الله عنه: بكثرة الصمت تكون الهيبة. لقمان: يا بني إذا افتخر الناس بحسن كلامهم فافتخر أنت بحسن صمتك. حكيم: من خلا بالعلم لم يستوحش من الخلوة. رأى سفيان بن عيينة سفيان الثوري في المنام فقال له: أوصني. قال: أقلل من معرفة الناس 3 مرات. وعن بعضهم: اللهم إني أعوذ بك من كل ما جاءني يشغلني عنك. سفيان: الزهد في الدنيا الزهد في الناس. أبو الدرداء رضي الله عنه: نامت صومعة الرجل بيته يكف فيه بصره وسمعه وقلبه ولسانه ويده، وإياكم والجلوس في هذه الأسواق فإنها تلغي وتلهي. وفي وصية سيدنا علي رضي الله عنه: لقاء أهل الخيرات عمارة القلوب. وعن علي رضي الله عنه: فاعل الخير خير منه، وفاعل الشر شر منه. من رأيت فيه خصلة من الخير فلا تفارقه فإنه يصيبك من بركاته. مالك بن دينار: مثل المؤمن مثل اللؤلؤة أينما ذهبت فحسنها معها. عبد الله بن طاهر: افعل الخير ما استطعت وإن كان قليلا فلن تحيط بكله، ومتى تفعل الكثير من الخير إذا كنت تاركا لأقله. قال عون لابنه: يا بني كن ممن الخير منه مأمول والشر منه مأمون. نظر عمر إلى رجل مظهر للنسك متماوت فخفقه بالضرة وقال: لا تمت علينا ديننا أماتك الله. داود الطائي: ما أخرج الله عبدا من ذل المعاصي إلى عز التقوى إلا أغناه بلا مال، وأعزه بلا عشيرة، وآنسه بلا أنيس. من طلب مرضاة الله فيما ينتحيه أتاه الله التوفيق من نواحيه. عيسى عليه السلام: الزهد 3: المنطق والصمت والنظر، فمن كان منطقه في غير ذكر الله فقد لغى، ومن كان صمته في غير تفكر فقد لهى، ومن كان نظره في غير اعتبار فقد سهى. علي رضي الله عنه: لا تقل الخير رياء ولا تتركه حياء. ومن الأمثال: تسمع بالمعيد خير من أن تراه، يضرب لمن خبر خير من مرآه. أول من قاله المنذر بن ماء السماء، وكان يسمع بمشقة من ضمر المعيدي ويعجبه ما يبلغه عنه، فلما رآه وكان كريه المنظر قال: أن تسمع بالمعيد خير من أنه تراه، فأرسلها مثلا.